مساء الخير، كيفكم؟ اليوم رح نعمل مع بعض فروج بالصينية. فروج اليوم رح يكون نفس خلطة تقريبا شيش، بس شيش بالفروج كامل ما انه بالسفن لحال. ولحتى نجهز وصفتنا اليوم بدنا راس توم كامل مهروس مع الملح اللي بدنا اياه، الملح بقى حسب الرغبة. وبنحط البهارات هنن كركم، بهارات مشكلة، فلفلة حمراء، كاري، حطيت كمان كزبرة ورشة هيل ورشة زنجبيل ورشة قرفة صغيرة. أنا بحب القرفة مع اللحمة، بحسها كتير بتعطي نكهة كتير طيبة. وبدنا تقريبا 3/4 الكاسة لبن، وبدنا معلقة دبس حر، دبس فليفلة عفوا، وزيت بقى، وحرك حرك وبنحطهم فوق الفروج وبنعمل له مساج محترم. بعد ما خلصنا مساج الفروج او تتبيلة الفروج، وقتها بغطيه وباخده على الفريزر. هلا ساعتين 3 كافيات، بس بصراحة اذا بنخليه لتاني نهار بيطلع طعم تاني وبيطلع اطرى، وخاصة السفن بيطلع كتير طري وجوسي يعني. انا من ناحيتي دائما وقت بدي اطبخه بدي تبله هيك المسا، وبخليه ليلة كاملة بالفريزر. يعني حطيته هلا المسا وانا ما بقى اشيله لتاني نهار قبل ما بدي اطبخه بساعة. هلا هون تاني نهار انا شلته، فروج لسه مجمد يعني متلج، بس رغم هيك عادي انا بحطه بالصينية وبحطه على النار ما بيأثر. بالعكس هذا الشيء بحسه انه بيعطيه طراوة اكتر. هلا صفيته بالصينية ونحطه بقى بالفرن. بس للأسف أنا اليوم ما عندي كهرباء، ودائما أغلب الأحيان عم بيكون وقت الطبخ ما عندي كهرباء. لهيك شو بساوي بهيك حال؟ بحطه على الغاز ليستوي، أو لتجي الكهرباء وبنقله على الفرن، أو بقدر خليه على الغاز لحتى يستوي تماما وبشيله بس بحمر وجهه على الفرن كمان بيطلع كتير طيب. وأنا عملتها قبل بكتير مرات يعني. بس اليوم اجا زوجي من الدوام قبل ما تجي الكهرباء، وكان مستعجل وجوعان كتير، فقرر انه يعملنا حركة جديدة، وهي انه بدل ما نحط الفروج بالفرن شاله وحط لنا اياه على الدفاي وشوى لنا اياه. بس عن جد طلعت طعمه كتير طيبة. الفروج كان مستوي نص سوا وبعدين كمله هو بالشوي على الدفاي. صح بهدل الدنيا، وصح عبالي صالوني دخني، وصح كان برضو انا اضطريت اني افتح كل شبابيكي وبابي، بس معلش فدا الغدا الطيب. هلا بهالوقت بينما زوجي كان عم بجهز الفروج عم بشوي، انا جهزت لي كم رغيفه محمره، حطيت بقلبهم معلقه دبس، عملت خلطه من معلقه دبس فليفلي، معلقه دبس بندوره، شويه زيت، شويه دبس رمان، وخلطتهم وعلى الخبزين دهنتهم وعلى الدفاي. عن جد طعمي كانت كتير طيبة، بتمنى تجربوها. بس أكيد لخلطة الشيش، مو لشوي على الدفاي بالصالون ويتبهدل الدنيا. صح الطعم خيالي، بس هكلاني هم تنظيف الدفاي. بس الحمد لله ريحني منه زوجي وهو نظفه. ألف صحة وهنا.